مولانا سبحانه لما أراد أن ينزه سيدنا رسول الله حاج بنفسه عنه. قلنا أنه لا يحاجج صلى الله عليه وسلم عن نفسه. سادات الأنبياء رسول كل واحد يحاج عن نفسه. قل لا أسألكم عليه مالا نجي إلا على الله، قل لا، تجدها كثيرا يعني يحاجون عن أنفسهم. أما سيدنا صلى الله عليه وسلم أقسم المولى سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. المفسرون قالوا ما تبصرون من الأشياء الظاهرة وما لا تبصرون من المغيبات من الجن والملائكة وكذا. جميل. والأجمل ما تبصرون فيه وما لا تبصرون فيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام عنه صلى الله عليه وسلم. فلا أقسم بما تبصرون من ظاهر جسمانيته وما تظهر من رسالته وصدقه وتعرفونه 40 عاما، هذا وحده يحتاج قسما. لا أن يقسم الله سبحانه بالجبل والأرض وهذا الذي يظهر أمامنا يعني أعظم قدسية أم أن يقسم بالذات المحمدية التي أقدس شيء في الوجود. وما لا تبصرون حقيقته. ومن هذه المعاني تجد سيادنا يعني دائما الآيات حينما تأتي على هذا القبيل يربطونها بسيدنا رسول الله. أو حتى في بعض المقولات سيدنا الإمام علي عليه السلام حينما قال لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا، فهم كل يشرح العبارة بأن لو كشف الحجاب يعني حجاب النفس ولا. سيدي علي وفى الشاذلي قدس الله سره فهم بفهم آخر، قال لو كشف حجاب الحقيقة المحمدية التي هي مغيبة عنا ما عرفني حقيقة غير ربي ما ازددت يقينا به صلى الله عليه وسلم. لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. لما كان المولى سبحانه قلنا يحاج ما هو شاعر ولا بكاهن. شوف في البداية قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقسم إنه لقول رسول كريم، أي القرآن الكريم قول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم، التي هنا في الحاقة رسول كريم سيدنا رسول الله، التي في التكوير رسول كريم هو سيدنا جبرائيل باتفاق المفسرين. شوف مدى العظمة هنا لسيدنا رسول الله في الآية. شوف كيف بدأت بوح العظمة. مولانا ينسب القرآن الكريم لسيدنا رسول الله، الكلام كلام الله، أما القول قول سيدنا رسول الله وقول سيدنا جبرائيل. وكل ما نتلو نحن يقال قول، قل أقرأ القرآن يعني. وسماه كريم، كريم الجناب، أي كريم. احنا نقول إذا أردنا أن نأخذ كما قلنا البارحة كي نجو باقي نزه باقي نمس في نزاهة نسب سيدنا رسول الله. دائما عادة عندنا آية نستدل بها نقول إن أكرمكم عند الله يتقاكم. هذه كل ما يجي أمامنا واحد شريف نذكروا هذه الآية لنهارها يعني ما شاء الله علينا نذكروا هذه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما قال أكرمكم من أتقانا هو سيدنا رسول الله أم لا؟ هو إذن هو الكريم أكرم الكرماء. إنه لقول رسول كريم أي في غاية التقى. إذا كان في غاية التقى كيف لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني واحد ما يحجزني عنه أنني نفعل فيه هكذا. نعطيكم مثال آخر تنزه الله سبحانه عن المثال وسيدنا رسول الله عن ضرب الأمثال. سلطان يرسل مرسول برسالة والآخرون يكذبون هذه الرسالة، يقسم لهم بأنني أرسلت لكم واحد كريم وأنه يعني ما يكذب ما يدير ولو نعرفه بني يكذب نقتله وتا واحد ما يتقي يشدني عليه. وراني مش كوني يعني أنه قريب مني ولا كذا يخلي يمس في نزاهة الرسالة اللي راني باعث عليها ولا الأمانة لعظم الأمانة. هذا الأسلوب أسلوب محاج. هذا الأسلوب نقول إذن كأن مكانة الرسالة ومكانة الإيمان إيمان أولئك الكفار أن يؤمنوا عاد أعظم من مكانة قدر سيدنا رسول الله. نقول لك لا، هذا يريده في باطنه صلى الله عليه وسلم، كأن باطنه دائما يتكلم هكذا. باطن سيدنا رسول الله كان يقول لو كان أنا نكذب على مولانا سبحانه وتعالى ونا اللي بقي يحجزني عنه ونا اللي بقي. أليس هو دائما يقول حينما يريد أن يقسم يقول والذي نفس محمد بيده. إذا نفسي كل وقت رها بيده، كأنه يشهدها يعني صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني ما فيها شك، لأنه دائما نفسه دائما روحه عاكفة على أعتاب الحضرة الإلهية صلى الله عليه وسلم. التفت لحظة ما زاغ البصر وما طغى.